كل شي منشور، صوري، التشاتس، أسراري بأكاونت جديد نفس الاسم بس مش أنا. تشات جي بي تي عمل لي ريبورت. رجعنا المحتوى ولم نجده مخالفاً لمعايير مجتمعنا. الغريب عم فكر بترامب متحرش وبعده رئيس. الفضيحة بس فضيحة إذا المرة فيها. هو بيختفي بيضل أب محترم. ماكس نسوانجي هي هبلة خربت بيوت، فلتانة بتتعاطى. شهرة اجت صار الكل بيعرف اسمي، سموني مليون شغلة بس ما حدا سميها جريمة. تعبت بس شلت الأكاونت، محيت التشاتس، رقمه، صوره، بس كيف باخد حقي؟ قدمت بلاغ الموقع الرسمي لقوى الأمن الداخلي. بلغ لم نجده مخالفاً لمعايير مجتمعنا. ما في أدلة كافية لأني محيت. استسلمت بس كتبت كيف فيي أحمي حالي. بحبشت، سمعت الكلمة، حطيت كلمات سر معقدة Two Factor Authentication. بطلت أكبس على لينكات من ناس غريبة إلا إذا تأكدت من اسم الويب سايت وكتبته على جنب بلا كوبي بيست. قلت خلصت. فجأة صورة جديدة، أنا بلا الميو، بس هي مش أنا. ديب فيك. هيدا ال AI وين دليل الحماية منه؟ مين حيصدق إنه هي مش أنا؟ يلا أكيد هو مفكر إنه حياتي اتدمرت. بس حتى لو مش فرقانة معي، مش لازم حدا يقول رجعنا المحتوى ووجدناه مخالف جدا.